سنة 1983 اتولد الطفل اللي ظهر قدامك ده. للوهلة الأولى لما تبص على الطفل ده هتفتكر إن هو طفل عادي ما فيهوش أي حاجة، ولكن خليني أقولك إن الولد ده كان شقي لأبعد درجة تتخيلها، لدرجة إن والدته كانت كرهاه. شقي وبيعمل مشاكل كتير، وفي حاجات غريبة ظهرت عليه في سن صغير، ولكن اللي والدته ما كانتش تعرفه إن الولد ده وراه سر كبير، والسر ده لما انكشف قلب العالم كله، لدرجة إن في علماء ودكاترة سافروا علشان يقعدوا مع الطفل ده يعرفوا السر بتاعه. قصتنا النهاردة مش عادية، لا بجد هي مش عادية، مش طبيعية، ولازم تسمع القصة دي للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نخش في القصة بتاعتنا عايز اقول لكم ان انا محضر القصة دي من شهر بالظبط، وكل يوم اسأل نفسي هل ابدأ اسجل القصة دي وانزلها للناس ولا لا؟ الناس ممكن ما تصدقكش يا محمد وتفقد مصداقيتك معاهم، وعلشان كده كنت كل يوم افضل ابحث في مصادر وادور واكتشف واتأكد ان القصة حقيقية. فمبدئيا كده قبل ما ندخل في الاحداث، كل حرف هحكيهولك وكل حاجة هتسمعها حقيقية ومؤكدة بنسبة 100%، وانا بقولك كده علشان انا عارف انك هتنصدم قوي. يلا ظبط لي قعدتك كده، طفي الانوار، اي حاجة تاكلها، نبدأ. يلا بينا. قصتنا بتدور سنة 1983 في الهند، وبالتحديد في قرية بسيطة هناك. عايش في القرية دي أسرة بسيطة مكونة من 7 أفراد، الأب والأم وولادهم ال5. احنا مش هنتعرف على الأسرة كلها علشان ما تتوهش مني، احنا بس هنعرف اسم الأم علشان هي مهمة معانا في أحداث قصتنا. والأم اسمها شانتي سينغ. في يوم من الأيام وكانت الساعة 9 بالليل، الأجواء هادية في القرية، الأمور طبيعية، والأسرة بتاعتنا نايمين جوه بيتهم والأمور طبيعية خالص. لكن فجأة تصحى الأم سانتي وهي عمالة تصرخ وبتتألم جامد، ففورا الأب صحي وجري عليها وبدأ يسألها مالك في إيه؟ ردت عليه وهي ماسكة بطنها وعمالة تتألم جامد، وقالت له بطني وجعاني، تعبانة مش قادرة. ما هو صحيح أنا نسيت أقولك إن شانتي كانت حامل في الطفل السادس. المهم لما جوزها شافها في الحالة دي خاف عليها وعلى طول خدها وطلع بيها جري على المستشفى. الدكاترة كشفوا عليها وبدأوا يفحصوها واستغربوا، انت لسه بدري عليكي، قدامك 3 شهور على ما تولدي، فايه سبب الوجع ده؟ الدكاترة كانوا محتارين ومستغربين، لكن هم ادوها شوية ادوية ومسكنات لحد ما فعلا هديت ورقت وروحت على البيت. المهم تمر الايام ويعدي 3 شهور ويجي ميعاد الولادة. الاب خد الام شانتي وطلع بيها على المستشفى، الدكاترة استقبلوها ونيموها على السرير، وبدأت عملية الولادة. والعملية خلصت وخلفت طفل سموه تيتو. بس خليني اقولك ان تيتو ما كانش طفل عادي، الاطباء كانوا مستغربينه. الولد من ساعة ما خرج من بطن امه وهو عمال يصرخ ويعيط باقصى جهده. الدكاترة والممرضين كانوا مفكرين ان تيتو شوية وهيسكت، زي اي طفل هيعيط له شوية وهيسكت، لكن تيتو فضل يصرخ ويعيط 3 ساعات متواصلة. ده حتى لما والدته فاقت من العملية ومسكته وحاولت تأكله وتسكته، تيتو فضل يعيط. الدكاترة شكوا ان ممكن يكون تيتو في جسمه حاجة غلط مش طبيعية، عظمة مكسورة هنا ولا هنا، حاجة جوه بطنه، وعلشان كده خدوه من ايد والدته وكشفوا عليه وعملوا له أشعة، واكتشفوا ان الولد سليم ما فيهوش اي حاجة. الأشعة قدامهم وكل حاجة قدامهم سليم. وفجأة بعد حوالي 3 ساعات ونص تيتو يسكت ويبطل عياط. هنا بقى يا سيدي الأم شانتي مسكت ابنها وحضنته لأول مرة لحد ما راح في النوم. شانتي ماسكة ابنها وعمالة تتأمل فيه وهي مبسوطة، وعمالة تحط ايديها على راسه وتلف راسه، وفجأة تستغرب من حاجة. وهي بتقلب في راسه كده تلاقي 3 علامات موجودين عند راسه في الحتة دي بالظبط. ال3 علامات ما كانش لهم تفسير، علامة هنا بالظبط وعلامة هنا وعلامة هنا. الموضوع كان غريب ليها، العلامات دي ظهرت منين وبتاعت ايه اصلا؟ بس هي كبرت دماغها وقالت بقى مش مهم خلاص. انا عايزك انت بقى ما تكبرش دماغك وتفتكر معايا كويس قوي العلامات دي علشان هنحتاجها في احداث قصتنا. الاب في الاثناء دي خلص كل الاجراءات في المستشفى ودفع الفلوس، وبعدين خد مراته وابنه وطلعوا على البيت. تمر الايام والشهور وتيتو يكبر، لكن خليني اقولك ان تيتو ما كانش طفل عادي. تيتو كانت بتجيله نوبات غضب وصرع وعنف فجأة
فجأة كده. النوبات دي كانت بتجيله فجأة كده لوحدها، يفضل يعيط ويتعصب ويهدى لوحده. وتمر الشهور ويعدي 1.5 سنة على ولادة تيتو واحنا على هذا الحال، والنوبات برضه بتجيله. لكن فجأة في حاجة جديدة ظهرت عليه، وهي ان تيتو لما كانت بتجيله نوبات الغضب دي وقبل ما يهدى كان بيقول كلمة اسمها شيرزفيرما شيرزفيرما، يفضل يقول الكلمة دي وبعدين يهدى. يعني تيتو في الأول كانت بتجيله النوبات دي وبعدين يهدى لوحده، لكن بعد مرور 1.5 سنة النوبات لما كانت بتجيله قبل ما يهدى بالظبط كان بيقول كلمة شيرزفيرما شيرزفيرما وبعدين يهدى. مين بقى اللي خد باله من الموضوع ده؟ الأم سمعته بيقول الكلمة دي قبل ما يهدى على طول، فالأم قلقت واستغربت وما كانتش عارفة ايه معنى الكلمة دي، وعلشان كده الأم حوشت مبلغ مالي وخدت ابنها تيتو وطلعت على أكبر دكتور في المنطقة. الدكتور كشف على تيتو، كشف على دماغه وعلى كل أجزاء جسمه، وتيتو يطلع سليم ما فيهوش أي حاجة خالص، كل أعضاؤه طبيعية. وهنا الدكتور بص للأم كده وقال لها ابنك طبيعي يا شنتي، واحتمال الحالة اللي بتجيله دي لها علاقة بنفسية، الموضوع نفسي، فانتي ما تقلقيش من حاجة، هو لما يكبر هيبقى زي الفل، ده عيل صغير 1.5 سنة. الأم خرجت من عند الدكتور وهي محتارة أكتر، ما هي ما خدتش إجابة محددة، ابني فيه ايه؟ وفي اللحظة دي يئست تماما وقررت انها ترضى بالأمر الواقع. وصلنا لسنة 1985 وهنا حصلت المعجزة. ركز معايا بقى. في السنة دي كان سن تيتو ساعتها 2 بالظبط، وفي السن ده وهو عنده 2 بدأ يتكلم. وانا هنا ما اقصدش ان هو بيتهته في الكلام وكلام الاطفال والحاجة، بيتكلم بلباقة، والاغرب انه كان بيتكلم في حاجات مرعبة. كان دايما بيقول لأسرته انا بكرهكم وكاره العيشة في البيت ده وفي القرية دي، ايه حياة الفقراء اللي احنا عايشينها دي، وايه اللبس الفقير ده، احنا ليه مش اغنياء. وكمان لما كان بيلاقي مكان مش نظيف في البيت كان بينده على والدته ويقول لها تعالي نضف القرف ده، مش كفاية الواحد عايش معاكم ومستحملكم. لا وكمان ده لما كانوا بيتحركوا ويروحوا مشوار بعيد كانوا بيضطروا يركبوا قطر او اتوبيس ويقفوا في الزحمة، فتيتو كان بيتعصب ويتضايق ويقول لهم ايه ده، احنا ليه ما عندناش عربية. الام والاب كانوا في حالة صدمة من ابنهم تيتو، مش علشان هو طفل عنده 2 وبيتكلم، لا، علشان هو ازاي عرف الحاجات دي، ازاي هو عرف معنى الغني والفقير، وازاي عرف برضه انهم لو معاهم عربية هيرتاحوا. يا ابني انت عندك 2 وما دخلتش مدرسة ولا اتعاملت مع بشر، ازاي عرفت الحاجات دي؟ ولكن في يوم حصلت حاجة خلتهم متأكدين بنسبة 100% ان الولد ده مش طبيعي اطلاقا. في يوم تيتو كان قاعد مع اخواته وبيلعب معاهم عادي، وفجأة جات له حالة الغضب والصرع وبدأ يزعق ويضرب في اخواته. فوالدته لما شافته راحت جايه شايلاه مكتفاه وحبسته في الأوضة وقفلت عليه الباب، وفضلت واقفة بره مستنياه لحد ما يهدى. وفعلا بعد نص ساعة بدأ تيتو ان هو يهدى ويقول شيرزفيرما شيرزفيرما وهدي. فالأم فتحت الباب ودخلت عليه الأوضة علشان تاخده وتخرجه، لكن هي اتفاجأت ان تيتو واقف وبيبص لها وبيقول لها انا عايز اروح مدينة اجرة، ودوني مدينة اجرة ضروري. للي ما يعرفش مدينة اجرة دي موجودة في الهند ومشهورة انها بلد تجارية مليانة اسواق ومحلات، بلد حية. فتيتو لما قال كده لامه الام فضلت واقفة متنحة، انت عرفت المدينة دي منين؟ لا عمر حد قال اسمها قدامك ولا عمر شفت صورتها، وبعدين انت عايز تروح المدينة دي بالذات ليه؟ ومعلومة على السريع كده، مدينة أجرة بتبعد عن بيت تيتو حوالي 8 كيلو. المهم الأم بصت لتيتو كده وقالت له انت عرفت المدينة دي منين وعايز تروح هناك ليه؟ قال لها مالكيش دعوة، انا عايز اروح هناك وخلاص. فالأم اتعصبت عليه وقالت له مفيش مروح. وهنا تيتو تعصب ورجع لنوبة الغضب والعياط، وكل يوم كان بيطلب منهم ان هو عايز يروح لمدينة أجرة، ولما يرفضه يفضل يتشنج ويعيط وهكذا. أهالي القرية اللي كانوا عايشين فيها كانوا متضايقين قوي من تيتو، الولد صوته عالي وعامل ازعاج بشكل منتظم محدش بيعرف يسكته، كل يوم كان بيعيط لفترات طويلة والموضوع مزعج. لكن زي ما انا وانت عارفين الام شانتي واسرة تيتو ما باليد حيلة، مش عارفين يعملوا ايه. كل اللي بايديهم وكل اللي بايد الام شانتي ان هم يستنوا لحد ما الموضوع يتعدل لوحده. ولكن خليني اقولك ان الوضع كان بيسوء اكتر واكتر مع الوقت، لدرجة ان تيتو كان بيتخانق مع الاطفال في الشارع. ده في يوم جاب لهم طفل خبطه بعصايه في دماغه معوره، وفي مره خرج مع والدته وهي بتجيب شويه طلبات، فخدته وهي بتتمشى كده وطلعت على محل ملابس. فالام كانت واقفه قدام عبايه شكلها حلو وعجباها، لكن للاسف ما كانش معاها فلوس تشتريها.
فتيتو واقف وشاف والدته وهي بتبص على العباية وعرف انها نفسها فيها، فقام واخد بعضه وداخل لصاحب المحل وقال له بقول لك ايه، انت لو ما اديتش العباية اللي بره دي لوالدتي ببلاش انا هخلص عليك. بعد الموقف ده شانتي قررت انها مش هتخرج تيتو من البيت تاني ولا هتاخده معاه مشاوير. انت بتلعب في الشارع جايب لنا مشاكل، خدناك معانا جايب لنا مشاكل، اقعد يا ابني في البيت العب مع اخواتك احسن. بمرور الايام والشهور كلام تيتو بدأ يوضح اكتر واكتر، واتضح ان الكلمة اللي كان بيقولها اللي اسمها شيرز فيرما شيرز فيرما ما اسمهاش كده، دي كانت اسمها سريش فيرما. وطبعا الام ما كانتش عارفة ايه معنى الكلمة دي. طيب حرفيا الام كانت هتتجنن ونفسها تعرف ايه علاقة الكلمة دي بابنها. المهم تمر الايام والشهور والوضع هو زي ما هو لحد ما وصلنا لسنة 1987. وخليني اقول لك ان في السنة دي حصلت الشرارة اللي هتحل اللغز ده. ركز بقى معايا يا سيدي علشان اللي هنسمعه ده القصة ده مهم قوي. في يوم من الايام من سنة 1987 وكانت الساعة 2 الظهر، الأجواء جوه البيت هادية وطبيعية، والأم شانتي جوه المطبخ بتحضر الغدا، بتجهز الأكل علشان لما جوزها يجي من بره يتجمعوا كلهم ويتغدوا مع بعض. الولاد بيلعبوا بره في البيت قاعدين بيلعبوا مع بعض، أما تيتو كان قاعد في المطبخ مع والدته بيلعب في الأرض. أثناء ما الأم في المطبخ بتحضر الغدا يدخل ابنها الكبير اللي كان عنده 18 سنة. الابن الكبير دخل عليها وسألها إيه يا أمي كل ده والاكل لسه ما جهزش، احنا جعانين. فالام ردت عليه وقالت له لا يا عم الاكل جهز، بس احنا مستنيين ابوك يجي من بره بيجيب شويه طلبات علشان نتجمع كلنا وناكل سوا. فالابن الكبير استغرب وبص لوالدته كده وقال لها ايه ده، هو ابويا كل ده بره؟ ده من الساعه 9 الصبح وهو في مدينه اجرة. فردت الام عليه وقالت له ايوه هو اتاخر علشان بيجيب لنا شويه طلبات من هناك. مين بقى اللي قاعد في المطبخ وسامع الحوار ده ومنتبه قوي ليه؟ بالظبط كده تيتو أول ما سمع كلمة أجرة عينيه فتحت جامد واندهش وقام جري دخل الأوضة بتاعته، لم هدومه في كيسة، لم الهدوم كلها في كيسة شنطة، وبعدين بدأ يتسحب كده منهم وخرج بره البيت وجري في الشارع. خلي بالك أنا كل ده بكلمك عن طفل عنده 4 سنين، عنده 4 سنين. المهم لما تيتو خرج جري بره البيت في واحد من اخواته لمحه شافه، فعلى طول فضل يصرخ وينده على امه ويقول لها الحقي الحقي تيتو خرج وبدأ يجري في الشارع. الام اول ما سمعت ابنها بينده عليها انصدمت وخرجت جري بره المطبخ وهي عماله تدور على تيتو وتيتو مش موجود. فبصت لابنها الكبير وقالت له اخرج ورا اخوك هاته بسرعه. وفعلا الابن الكبير خرج جري بره البيت وبدأ يدور على تيتو، وما يعديش وقت طويل لقاه عمال يجري في الشارع. فمسك تيتو كتفه وشاله علشان يرجع بيه على البيت، وطول ما هو ماسكه ومكتفه تيتو عمال يتعصب ويفرك وبيضربه وعمال يقول له سيبني سيبني عايز اروح لأجرة سيبني يا عم. وهوب خبطه بالبنية في عينه، خبط اخوه الكبير في عينه ورمها له، بس الاخ الكبير تمالك نفسه وهدى اعصابه وكتفه جامد ورجع بيه للبيت. اول ما الاتنين دخلوا الام شافت الكدمه اللي كانت في عين ابنها، فبصت لتيتو وهي متعصبه بتقول له انت ايه يا اخي عايز ايه، انت بتعمل كده ليه، اعتذر لاخوك. لكن تيتو في الاثناء دي كان متعصب جامد وغضبان ووقع على الارض ودخل في نوبه الغضب والصرع، قعد يصرخ ويشتم ويعيط جامد. وفي الاثناء دي الام وابنها الكبير أدركوا إن تيتو دخل في نوبة صرع والغضب بتاعته، وعلشان كده الأم وابنها الكبير مسكوا تيتو وكتفوه علشان ما يأذيش نفسه أو أي حد من إخواته. قعدوا ماسكينه لحد ما يهدى، وفعلا تيتو بدأ يهدى ويقول سريش فيرما سريش فيرما، وفجأة قال كلمة أول مرة يسمعوها. تيتو قبل ما يفوق مغمض عينه، ومين اللي ماسكه؟ والدته وأخوه الكبير ماسكينه الاتنين ومكتفينه. وبعدين قال ليه كده يابا، ليه كده تروح أجرة من غيري؟ كان نفسي أروح محل الراديو اللي هناك. وفاق من الصدمة وسكت. الأم في اللحظة دي استغربت وفرحت علشان حست إن دي الفرصة إنها تعرف إيه اللي بيحصل مع ابنها. خلاص بقى في خيط ممكن تفهم منه محل راديو موجود في أجرة. وعلشان كده وفي ساعتها الأم مسكت ابنها الكبير وخدته في جنب كده وبدأت تتكلم معاه. بدأت تكلم ابنها الكبير بصوت واطي علشان تيتو ما يسمعهمش، وقالت له أنا عايزاك دلوقتي تنزل أجرة وتلفلي على كل محلات الراديو اللي هناك. أنا عايزاك تدور وتبحث على أي حاجة ممكن يكون لها علاقة بتيتو. الابن الكبير استغرب أمه وبصلها وقال لها أنت بتقولي إيه؟ ده تيتو أخويا عنده 4 سنين صغير، عمره ما نزل أجرة طول حياته، فمعلش يا أمي إيه اللي هيربطه بمحلات راديو هناك؟
قالت له مالكش دعوة، انا عايزك تخرج دلوقتي وتدور. قال لها حاضر، وخرج فعلا في ساعتها. الابن الكبير خد بعضه وطلع على واحد صاحبه عنده عربية، والاتنين ركبوا العربية وطلعوا على أجرة. الاتنين وصلوا فعلا بعد حوالي ربع ساعة. ما انا قايل لك قبل كده ان المسافة ما بين القرية وأجرة 8 كيلو، مش كبيرة يعني. الاتنين أول ما وصلوا هناك الدنيا كانت زحمة، ناس وبياعين في كل حتة ومحلات وأسواق، مدينة تجارية. وعلشان كده ركنوا العربية في أي حتة ونزلوا هما الاتنين وبدأوا يلفوا على محلات الراديو اللي موجودة هناك. على الجانب التاني الأم شانتي كانت قاعدة في البيت عمالة تفكر، هل ابن الكبير هيلاقي حاجة في مدينة أجرة ولا لأ؟ ما هو بصراحة ابن الكبير عنده حق، ايه علاقة ابن تيتو بمدينة أجرة؟ فضلت الأم غرقانة في تفكيرها وعمالة تسأل نفسها وهي قلقانة. وتعدي ساعة واتنين وتلاتة وابنها الكبير لسه مرجعش. عدى حوالي 5 ساعات ولسه بره. لما الساعة وصلت 7 بالليل الأم سمعت صوت الباب بيتفتح، فقامت على طول وجريت على الباب علشان تشوف هل ده ابنها الكبير ولا لأ. ما هو كل ده قاعدة قلقانة مستنياه. وفعلا ده كان ابنها الكبير، بس ما كانش في حالة طبيعية. الابن الكبير بص لوالدته كده وقال لها احنا في ضيوف جايين لنا بكرة. طب فهمني يا ابني في ايه ولقيت ايه؟ رد عليها وقال لها بكرة هتفهمي كل حاجة، لأن الموضوع لو حكيتهولك مستحيل تصدقيه. في اليوم اللي بعده وكانت الساعة 11 الصبح في عربية فخمة قوي ركنت قدام بيت شانتي. العربية دي نزل منها 6 أشخاص، من ضمنهم واحدة عندها 38 سنة، شكلها نظيف ولبسها نظيف قوي. هو اصلا عموما كلهم كانوا لابسين لبس غالي ونظيف. المهم ال6 اشخاص دول نزلوا من العربية وخبطوا على باب بيت شانتي. شانتي اول ما سمعت صوت الخبط عرفت ان دول الضيوف، وقامت وجهزت نفسها علشان تفتح الباب. لكن الابن الكبير مسكها من ايديها كده وقال لها ارجعي اقعدي، ما تفتحيش انت الباب ولا ابويا، انا عايزكم انتوا ترجعوا ورا وتستخبوا وتخلوا تيتو هو اللي يفتح ويقابل الناس دي. الام استغربت من ابنها الكبير بس قالت له حاضر تمام ماشي. ندهوا على ابنهم تيتو ان هو يخرج يفتح للضيوف، ورجعوا ورا كلهم واستخبوا. علشان تتخيل معايا الصورة، البيت بتاع شانتي كان له حوش، يعني بوابة حديد رئيسية وبعدين هتدخل على حوش وبعدين تدخل على باب البيت. المهم تيتو خرج فتح باب البيت وبعدين عدى على الحوش وبعدين فتح الباب الرئيسي بتاع البيت بقى، واللي كان موجود وراه ال6 أشخاص. أول ما تيتو فتح الباب وشاف ال6 أشخاص قدامه انصدم وفرح جدا وبدأ يضحك بصوت عالي. تيتو ما كانش مصدق نفسه من الفرحة، عمال يحضن في 6 أشخاص وبيسلم عليهم وهو مبسوط وسعيد. ال6 أشخاص واقفين كده مش فاهمين حاجة، انت مين يا ابني؟ وعلى الجانب التاني الأم شانتي والأسرة كلها جوه البيت بيراقبوا مصدومين. شانتي كانت مستغربة مين دول وازاي تيتو ابن عارفهم، واول مرة في حياته يضحك بالشكل ده. لكن هي قالت جوه نفسها كده الحمد لله انا كده هبدأ اعرف ايه اللي بيحصل مع ابني بالظبط. واثناء ما الام غرقانة في تفكيرها وعمالة تفكر تسمع ابنها تيتو من بره بينده عليها وعلى ابوه وكل افراد الاسره، يا ماما يا بابا تعالوا كلكم هنا بسرعه. فشانتي خرجت هي وجوزها واسرتها عند الباب الحديد عند تيتو يعني. فتيتو بص لامه كده وابوه وقال لهم سلموا على عيلتي التانية، دي عيلتي التانية. شانتي وجوزها وال6 اشخاص ما قدروش يستوعبوا الكلمه، ايه ده انت بتقول ايه؟ ولكن شانتي هي وجوزها سلموا على ال6 اشخاص، نورتوا تعالوا اتفضلوا تعالوا ادخلوا جوه البيت. كلهم دخلوا قعدوا وتيتو كان قاعد مبسوط وفرحان، وكل اللي كانوا قاعدين مش فاهمين حاجه، كلهم قاعدين ساكتين محدش فتح بقه بكلمه. دول حتى يا مؤمن ما تعرفوش على بعض. فتيتو بص للست الجميله اللي كان عندها 38 سنه اللي جايه مع ال6 اشخاص، قال لها تعالي اقعدي جنبي هنا. فالست استغربت قالت له انا؟ انت بتكلمني انا؟ قال لها ايوه تعالي اقعدي جنبي هنا. فالست جت قعدت جنبه وتيتو بص لها وهو مبتسم كده وقال لها مالك خايفه ليه كده؟ انت ايه مش عارفاني ولا ايه؟ الست قالت له لا ما اعرفكش. قام تيتو بصص لها كده وقال لها انا عارف انك ما تعرفتيش عليا بس انا عارفك كويس، انت اسمك اوما. في الاثناء دي الست انصدمت وارتبكت كده وقالت له ايه ده انت عرفت اسمي منين؟ قام تيتو قايل لها اهدي انا هفكرك بيا. فاكره يا اوما لما رحنا انا وانتي مهرجان سونو وكمان رحنا سوا مهرجان رانو واشتريت لك في اليوم ده حلوى وهدايا كتير؟ اوما بصت له كده وهي بترتعش من كتر الصدمه وقالت له انا فاكره، بس اللي كان معايا في اليوم ده مش انت،
ده جوزي وجوزي ميت بقاله فترة. قام تيتو باصص لها كده وقال لها ما أنا جوزك. طبعا كل اللي كانوا موجودين أهل تيتو وأهل أومة مصدومين، إيه اللي الواد ده بيقوله، وإزاي عرف اسمها، وإزاي عرف التفاصيل دي في حياتها. لكن قبل ما أكمل لك اللي حصل، تعالى أنا وإنت نرجع بالزمن حاجات بسيطة، وبالتحديد في الوقت اللي راح فيه الابن الكبير هو وصاحبه لمدينة أجرة. زي ما أنا وأنت عارفين الاتنين لما وصلوا ركنوا العربية وبدأوا يلفوا في جميع أنحاء أجرة، وبالتحديد عند محلات الراديو. كانوا بيلفوا هنا وهناك، وأي محل راديو بيقابلوه يدخلوا يدوروا فيه، وحرفيا كانوا خلاص لفوا في كل المحلات ومفيش أي حاجة غريبة أو أي حاجة بتربط محلات الراديو اللي دخلوها بتيتو. فخلاص الاتنين كانوا يأسوا وزهقوا من التدوير وراجعين للعربية علشان يروحوا. لكن وهم رايحين ناحية العربية، الأخ الكبير لمح محل راديو لفت انتباهه. لما الابن الكبير بص على المحل، اسم المحل لفت انتباهه، فعلى طول خد صاحبه ودخلوا جوه المحل ده. لما دخلوا المحل، مين اللي كانت جوه؟ أومة. فالابن الكبير بص لأومة وقال لها هو اسم المحل ده معناه ايه وليه سميتوه كده؟ ردت أومة وقالت له المحل ده بتاع جوزي الله يرحمه، وهو اللي سمى المحل كده، وهو اللي اختار الاسم ده علشان مشتق من اسمه، فسمى المحل سراش للراديو. اما اسم جوزي سراش فيرما، ودي الكلمة اللي كان تيتو دايما بيقولها قبل ما يهدى. هنا الابن الكبير فضل واقف مكانه مصدوم، مش قادر ينطق بحرف واحد. فالابن الكبير بص لأومة كده، واللي بالمناسبة ما كانش يعرف اسمها، وقال لها طب جوزك مات ازاي؟ ردت وقالت له انا جوزي ميت من حوالي 4 سنين، وميت من عصابة جت قتلته جوه المحل علشان تسرقه. في الأثناء دي الابن الكبير ما كانش قادر ينطق بحرف، خلاص الولد كان هيتشنج من كتر الصدمة. ده حتى أومة لاحظت عليه وسألته في ايه؟ فرد وقال لها اخويا الصغير عارف اسم جوزك وكل شوية يردد اسمه، وكمان اخويا كان عايز يزور المحل ويجي هنا. فأم قالت له طب وايه الغريب، ما يمكن يكون عارف جوزي او زار المحل قبل كده. فرد عليها الابن الكبير وقال لها مستحيل، انا اخويا عنده 4 سنين وعمره ما زار أجرة طول حياته. وهنا علامات الصدمة بدأت تظهر على وش أومة، وقررت انها تجيب اهل جوزها واهلها ويروحوا يزوروا بيت تيتو ويشوفوه بنفسهم. تعالى بقى نرجع تاني لما أومة قالت لتيتو ان التفاصيل اللي انت قلتها لي دي جوزي هو اللي كان معايا، وتيتو رد عليها قال لها انا جوزك. فهنا ام تيتو سألت أومة، قالت لها هو جوزك مات ازاي؟ ردت أومة وقالت جوزي اتقتل من عصابة كانت جاية تسرق المحل ومات من حوالي 4 سنين. فأم تيتو بصت لها كده وقالت لها ما تعرفيش هو مات يوم ايه؟ فأومة ردت عليها قالت لها طبعا انا عارفة، وقالت لها اليوم بالظبط. وهنا كانت الصدمة، لان اليوم اللي جوزها مات فيه هو نفس اليوم اللي تيتو اتولد فيه. أومة كملت وقالت العصابة ضربوا جوزي بالنار هنا وهنا وهنا. وخلينا اقول لك ان ام تيتو كانت يعني مش قادرة تقف على رجلها من اللي هي بتسمعه، وجريت جري على المطبخ، جابت المقص وحلقت شعر ابنها علشان كل اللي كانوا موجودين اللي هم 6 أشخاص يقفوا من مكانهم ويتنحوا من المشهد اللي قدامهم. فاكرين معايا ال3 علامات اللي قلت لك افتكرهم في اول الفيديو؟ نفس ال3 علامات اللي جوز أومة مات بيهم. والله يا جماعة اللي بحكوه لكم ده قصة حقيقية مؤكدة بنسبة 100%. انا بحثت وبقول لكم حقيقية، بحثت كتير. انا زيكم مصدوم، ومن كتر صدمتي اقسم بالله كاتب القصة من شهر وخايف اسجلها، بس خلاص لازم انا اصورها. اتأكدت من كل المعلومات، انت تحسها فيلم هندي، هي فعلا حصلت في الهند. المهم الأخبار انتشرت والدنيا اتقلبت بمعنى الكلمة، اتقلبت في الهند وفي العالم كله. علماء من الهند ومن أمريكا ومن جميع دول العالم سافروا مخصوص علشان يقعدوا مع تيتو ويسألوه يتكلموا معاه، عايزين يعرفوا ايه سره. كانوا بيجيبوا تيتو يقعدوه قدام أومة ويبدأوا يسألوه عن حاجات شخصية وتفاصيل شخصية في حياة أومة. محدش يقدر يعرف التفاصيل دي إطلاقا غير جوزها اللي هو مات. والعجيب والمرعب إن تيتو كان بيجاوب على كل الأسئلة صح، بل بالتفاصيل. العلماء مصدومين ومش قادرين يفسروا اللي بيحصل ده، لكن ظهر تحليل من بعضهم. قالوا إن روح شيرز فيرما لما اتقتل خرجت من جسمه
وراحت لجسم تيتو، لان تيتو اتولد في نفس اللحظة اللي هو مات فيها. وده تفسير كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل مع الولد، ان هو اتكلم بدري، ان هو عايز يروح اجرة، ان هو بيقول شيرز فيرما. ده التحليل اللي انتشر وقتها والناس كلها صدقته. طبعا هتسألني دلوقتي عن مصير تيتو. تيتو يا سيدي بعد ما شاف أومة وقعد معاها ما بقاش يجيله حالة الصرع خالص، بقى طفل عادي. لو كمان رفض انه يسيب عيلته اللي هي اسرته الحقيقية، امه وابوه واخواته، ويروح يعيش مع أومة، لانها عرضت عليه ان هو يجي يعيش معاها، بس هو رفض وقال لأومة وقت ما تحتاجي تقعدي معايا تعالي انا موجود هنا. وفعلا والغريب أومة كانت بتجيله وتقعد معاه كتير وتقعد تتكلم معاه لحد ما هو كبر وأومة ماتت. وحاليا تيتو شخص كبير ومتعلم ومتجوز ومخلف وعنده أسرة، ودي صورته الحقيقية اللي موجودة قدامكم دي. ودي كانت نهاية قصتنا. لو هتسألني أنا كمحمد أنت مصدق اللي أنت بتحكيه ده، هقولك أنا مش قادر أستوعب، وده معناه إن أنا مش مصدق. لكن المصادر بتقول إن القصة حقيقية ومش مصدر واحد ولا اتنين، لا ده كتير، وكلام متاخد من بق مين؟ علماء ودكاترة وأهل أومة وأهل تيتو. فالقصة لو هنتكلم عن المصادر لا هي مؤكدة حقيقية بنسبة 100%. لكن لو رأيي الشخصي مش مصدق، حاجة غريبة، حاجة يعني مستحيل، والعقل والمنطق بيقول مستحيل. فأنا مستني رأيكم انتوا كمان في الكومنتات. إن شاء الله تكونوا اتبسطتوا من الحلقة دي، واستنوا الفيديو الجاي. وبس كده.